الفيديو ده بيعبر عن حال واحد مننا ونفسه الداخلية يكتئب ويدخل لعالمه الداخلي فيجد إن الاكتئاب صار صديقه بل إنه يفضل إنه يبقى كده على إنه يرجع لحياته. ولكن البعض بيقع في فخ تضخيم الألم فيظن إن الحزن هو الاكتئاب. طب إيه الفرق؟ تعال أول نعرف أعراض الاكتئاب. فمريض الاكتئاب ما عندوش حزن بس، وإنما الاكتئاب هو تجربة إنسانية كاملة شديدة الأثر عليه. وأعراض الاكتئاب هي الحزن الدائم، فقدان الشغف، اضطرابات في النوم سواء زيادة أو نقصان، صعوبة في التركيز أو حتى إحساس دائم بالذنب وتأنيب الضمير، شعور بفقدان الأمل، أعراض جسدية أو حتى أفكار انتحارية. هتقولي ما أنا بعدي بالأعراض دي كلها. هقولك إن الأعراض دي لازم على الأقل تستمر لمدة أسبوعين وتكون أغلب اليوم، ده غير إنها ما تكونش طبيعة الشخص. أما الحزن فهو شعور طبيعي. طب ليه لما بنحزن بنحس بالاكتئاب؟ ببساطة احنا لما بنحس بالحزن ومن غير كامل إدراك بنفتكر كتير من أحزاننا وبننغمس فيها لأقصى درجة، حتى إن العقل البشري في لحظات الألم بينحاز لكل ما يراه حزينا، فحاجة بتسمى بالاتنشن بايس أو تحيز الانتباه، فتلاقيه بيجذب ليك كل ما يراه حزينا، فالعقل بطبيعته بينحاز اللي بتفكر فيه، وده اللي درجة التركيز على الحاجة دي بتكون في أعلى مراحلها. ولكن أول طرق التغلب عليها هي الشعور إنها حاجة عادية، فلم يسلم منها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله، مش نقنط ونيأس من رحمته، حتى إن ربنا في كتابه العزيز بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعد ما قلنا الفرق لازم نفهم حاجة بسيطة، وهي إن الحزن بشكل عام بيجعلك تفهم نفسك أكتر، فأنت في الطبيعة تبقى مشغول بحياتك، كونك حزين بيخليك تبعد عن كل الحاجات دي وتركز مع نفسك، تعرفها أكتر، تعرف تفرق بين اللي بتحبه واللي بتكرهه، ودي فرصة ثمينة مش بتاخدها كتير، فسبحان الله. ساعات بيعدي عليك وقت بتكون في قمة نشاطك وتلاقي نفسك بتركز في أكتر من حاجة في نفس الوقت، ولكن سرعان ما ينتهي الأمر بالسرير. طب ليه؟ الأبحاث الحديثة بتقول إن العقل ما يقدرش يركز على أكتر من حاجة في وقت واحد، لأن ده بيؤدي لتشتت الانتباه. وبالمناسبة كان في حلقة كنا عاملينها عن التشتت، لو لسه مشفتهاش شوفها حالا. ولو رجعنا تاني بيعمل حاجة اسمها توزيع الانتباه، ولو ركز الواحد على حاجتين في نفس الوقت فتركيزه بيبقى 50% لكل حاجة منهم، فده بيزود من التوتر والضغط النفسي. واحد علماء الأعصاب بيقول إن تعدد المهام في نفس الوقت بيعمل على 3 حاجات: أولا زيادة هرمون الكورتيزول وهو الهرمون المسؤول عن التوتر، وزيادة معدل حرق الجلوكوز في المخ عن الطبيعي فيؤدي لفقدان الطاقة وعدم التركيز، وثالثا بيحصل ما يشبه الإدمان. إزاي؟ العقل بيحتوي على ملايين النواقل العصبية منها الدوبامين وهو المسؤول عن نظام المكافأة، فأنت بتعديل المهام بتدخل المخ معلومات كتيرة جدا فتحفز الدوبامين، وبالتالي تتكون عندك رغبة في تجليس المعلومات بدون تركيز ولا تحديد لأولوية المعلومات، بالتالي يوصل عقلك لمرحلة إنه لا يركز على الفايدة ولكن الشعور بمتعة المعلومات الجديدة، فتبقى شبه محصل التحف بتجمع معلومات من غير فايدة، وده كله بيفقد العلم قيمته وثمرته وهو التعلم. في كام مرة قعدت عشان تذاكر وافتكرت إن التلاجة مفتوحة فروحت عشان تطمن عليها وتكتشف إنك عايز تطمن على معدتك بالمرة، وبعدها لازم كوباية الشاي عشان نظبط الدماغ، وبعدها ترجع عشان تذاكر فتكتشف إنك مرضتش على صاحبك إن رن عليك من 5 سنين وإن ممكن انت تبقى مش طايقه أصلا، ولكن بالنسبة لك هو أحسن من المذاكرة، وبعد ما ترد وتخلص مكالمتك تكتشف إن الساعة بقت 2 ل10، وطبعا انت مبتحبش الكسوف فتقرر إنك هتذاكر أول ما تبدأ الساعة 2 بالظبط، وهكذا وهكذا لحد ما يجي ميعاد النوم وتلاقي نفسك بتقول إن انت بكرة هتبقى بهجة تاني خالص. وتنام لأنك اجتهدت طوال اليوم وتستحق المكافأة. وكل ده بيندرج تحت مسمى التسويف، وللأسف فهو بيحرمنا السعادة الدائمة في مقابل اللذة المؤقتة اللي بيعقبها الندم الدائم. طب ليه بنسوف؟ هنقسمها ل3 أسباب. السبب الأول نوعية المهام المسندة إليك، فلو المهمة معقدة أو كنت أنت مكره عليها فطبيعي تبقى أكتر صعوبة، وطبعا ده مش مبرر ولكن ده سبب من الأسباب. ثانيا الكمالية، واكيد مش هحكي الكماليه لانك لو مش فاهم قصدي يبقى ما اتفرجتش على الحلقه الاولى، فارجع اتفرج عليها حالا وارجع لي تاني. تالت مشكله وهي الاعذار الوهميه وانتظار الظروف المثاليه، فكتير من الناس مستني تغيير الظروف من حوله فتلاقيه مستني الساعه معينه
أو ظرف معين أو موقف معين يعدي عشان يحصل، وبالتالي ده مش هيحصل، لأن بطبيعة الحال وقت ما هيحصل الظرف ده هتشوف إن في ظرف أفضل ممكن يحصل في المستقبل. وأعتقد إن دورك إنك تعرف الحل، لأنك أنت اللي عارف مصلحتك. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم.